الله يخرب بيت الفضول اللي هيودي الناس كلها في داهية ده. أنا مش فاهم حاجة، ليه كل الناس الموضوع بيبدأ معاها بالفضول؟ بس ده مش موضوعنا دلوقتي. الموضوع المهم إن النسبة اللي قدامك دي الناس اللي مش مشتركة في القناة. معقولة نسبة الناس اللي بتشوف الفيديوهات دي كلها مش مشتركة في القناة؟ طب ليه؟ فلو أنت بتشوف الفيديو دلوقتي انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس يوصل لك كل جديد. بس طبعا لو الفيديو عجبك يعني، وعايزك تعمل كام حاجة قبل ما يبدأ الفيديو، وهي إنك تطفي النور حواليك وتحط الهاند فري في ودنك وتعمل لك كوباية قهوة، ويلا بينا نبدأ. خلينا نخش في الموضوع على طول من غير مقدمات كتير، وخلينا اتكلم معاك انت كأننا بنفضفض واحد لواحد. اكيد جه عليك فترة في حياتك حسيت ان في حاجة غلط، بس انت مش عارف ايه هي. مش من موقف حصل لك ولا من شخص زعلك، هو مجرد احساس انك مش مرتاح من جوه نفسك، كأن في زحمة موجودة في دماغك ومش سايباك حتى تفكر لوحدك. الناس بتسمي الموضوع ده توتر او ضغط نفسي، او ساعات بيقولوا عليه اكتئاب. بس في ناس تانية اول ما تحس الاحساس ده بتقول جملة واحدة، ان ده مس شيطان. خد لك شفطة من القهوة عشان الكلام اللي جاي تقيل. المس الشيطاني غالبا مش بيجي فجأة، مش بيجيلك من لقطة أو حاجة حصلت معاك. المس عملية بطيئة وهادية جدا بتدخل عليك من غير ما تحس خالص. وأكتر حاجة مضللة والناس فاكراها صح إن المس الشيطاني لازم يبقى شكله واضح، بمعنى إنهم يشوفوا الشخص اللي عنده مس ده بيعمل تصرفات غريبة، زي إنك تلاقيه بيصرخ أو بيجيله تشنجات، وساعات صوته بيتغير لصوت غريب. لكن الحقيقة غير كده خالص، لأن أغلب اللي اتحكى لنا وأغلب اللي أنا شفته بيبدأ بحاجات أبسط بكتير من كده. الموضوع ده بيبدأ بمجرد تغيير. طب تغيير في إيه؟ تغيير في الإحساس أو في التفكير أو حتى في ردود الأفعال. حاجات كانت بالنسبة لك عادية وبعد كده بقت تقيلة على قلبك. وأكتر حاجة تستاهل إن يتقال عليها المثال ده هي الصلاة. أو في ناس كنت بتحبهم ودلوقتي ما بقتش تطيق حتى تبص في وشهم، وبقيت تقعد لوحدك كتير، وكل ده من غير سبب واضح. وبعد ما تحس ان في حاجة غلط بتسأل نفسك، هو انا مالي؟ انا ايه اللي حصل جوايا؟ الغريب بقى في الموضوع ان التغيير اللي بيجيلك ده مش بيبقى مرة واحدة، ده بيجي واحدة واحدة وعلى مهله خالص، زي المية لما تدخل من تحت عقب الباب بالظبط. حاجة بيني وبينك كده، في اسباب كتير المس الشيطاني بيجي عشانها. احنا هنتكلم في الفيديو ده عن كام سبب منهم منتشرين شوية، ومش لازم اي حاجة اقولها في الفيديو ده لو لقيتها عندك يبقى انت عندك مس. دي مجرد اسباب بتساعد وبتسهل للشيطان انه يمسك. خلينا نتكلم عن أول سبب منهم، وهو العصبية. مش العصبية اللي هي خناقة مثلا أو صوت عالي، لأ، أنا بتكلم عن العصبية اللي بشكلها التاني، اللي بتتكتم جواك، إنك تتظلم وتسكت أو تتوجع وتبقى من براك بتضحك. والعصبية دي ما بتروحش، هي بتخليها قاعدة معاك طول عمرك. وفي كلام كتير قوي بيتحكي وناس كتير كانت بتردده، إن الكبت اللي جواك ده بيفتح نفسك على حاجات أنت مش متحكم فيها. يعني بمعنى أصح الشيطان بيتسهل له إنه يتحكم فيك، مش علشان انت وحش ولا ضعيف، لكن علشان من جواك انت مكسور. والكسرة اللي في نفسك دي بتبقى دايما مدخل للشيطان. وده يخلينا نخش على السبب التاني، وهو الخوف. الخوف اللي بيخليك تفضل صاحي طول الليل، ولما تسمع اي صوت بتحسب حسابه، وتحس ان في حاجة ممكن تحصل بس انت مش عارف ايه هي. النوع ده من الخوف بيخلي دماغك دايما تبقى مفتحة. وفي اعتقاد منتشر ان الشيطان ما بيحبش الشخص المندفع، هو بيحب الشخص اللي بيستنى كتير، الشخص اللي دايما بيراقب وبيخليه باصص، او بمعنى اصح الشخص اللي بيبقى قلقان، اللي دايما حاسس ان في حاجة مش تمام. والقلق ده اكتر نقطة بتساعد الشيطان انه يمسك. واللي بيساعد الشيطان اكتر هي الوحدة دي بقى موضوع تاني لوحده. الوحدة مش انك تقفل الباب على نفسك وتخليك قاعد في الأوضة لوحدك، لا. غالبا انت بتبقى قاعد في وسط الناس عادي، بس حاسس ان محدش سمعك ولا حتى فاهمك. الوحدة الطويلة اللي بتخلي صوت تفكيرك بيبقى هو أعلى صوت في المكان، وبتبدأ تسمع أفكارك بوضوح زيادة عن اللزوم. وساعات بتحس إن الأفكار اللي بتجيلك دي مش منك أنت، مش شبهك، مش بتاعتك. وهنا بتسأل نفسك سؤال وحيد، هو ده أنا؟ ولا في حاجة تانية هي اللي بتفكر بدالي؟ لكن الحاجة اللي المفروض تتقال قبل ده كله أساسا هي الفضول. خلينا أتكلم معاك بصراحة شوية. الفضول مش دايما بريء، مش لأنك وحش أبدا والله، لكن لأن الفضول بيخليك تقرب من حاجات أنت مش فاهمها. تقعد تقرا وتسمع وتتفرج وتقول أنا بتفرج بس أنا مش هعمل حاجة يعني. بس الحاجات اللي زي دي محتاجة الشخص يقف قدامها كتير، مش شرط يكون معاه المفتاح اللي بيفتح الباب، هي محتاجة بس إنك تبقى واقف قدام الباب ده وهي هتجيلك لوحدها. بمعنى إن فضولك ممكن يوديك في 60 داهية وانت مش حاسس. ودايما الناس اللي جالها مس شيطاني قبل كده كانت بتقول ان الموضوع بيبدأ معاهم بمجرد اهتمام، وبعدين انجذاب، وبعدين احساس.
إحساس إن في حاجة بقت قريبة مني بزيادة، اللي بيتحكي دايما إن بيبقى فيه تقل في الصدر، وبتحس بضيقة جوا صدرك من غير سبب، وبتحلم أحلام بتتكرر كل يوم ملهاش منطق، وبتبقى حاسس إن أنت مش لوحدك أو في حد بيراقبك، ولما تسأل نفسك في إيه ما بتلاقيش إجابة خالص، بس أنت حاسس إن في حد معاك. أنت مش شايفه ولا سامعه بس حاسس بيه، والإحساس ده ما بيروحش منك تماما. خلينا نتكلم في الآخر بهدوء شوية عن الموضوع ده. في اعتقاد معروف إن الذكر مش مجرد كلمات اللي أنت بتقولها، الذكر ده بيعمل توازن، يعني بمعنى أصح إن الذكر بيبقى حماية. مش لازم تبقى ملتزم قوي، بس لما كل حاجة تختفي وتسيب فراغ كامل بتسهل للشيطان إنه يمسك. يعني لما ما تبقاش محافظ على الذكر بتاعك والصلاة، ده بيسهل للشيطان إنه يمسك بنسبة كبيرة جدا، ودي حاجة معروفة من زمان جدا ومذكورة في القرآن. في ناس هتقول إن الموضوع ده مجرد مرض نفسي، وعلى فكرة ممكن، إحنا مش هنكدب، بس اللي مقلق شوية إن مش كل الحالات بتبقى شبه بعضها، ولا كل الناس بترتاح لما يتقالها كده، وده اللي مخلي الموضوع مفتوح ومقلق شوية. خليني أقولك حاجة، المس الشيطاني لو جالك هي مش حاجة نقدر نتخلص منها بسهولة. في ناس عاشت الكلام ده وحسته واتغيرت بسببه، وفي ناس تانية شايفة إن الموضوع ده كله أساسا وهم وملوش أي أساس من الصحة، لكن الحقيقة إن يمكن الاتنين بيكملوا بعض بس بنسب مختلفة. بس المؤكد إن الحالات دي لو اتثابت بتسوء حالتها أكتر. وأخطر حاجة على فكرة إنك تحس بأي حاجة من اللي أنا قلتها لك دي وتكدب نفسك لسبب إن الناس ما تضحكش عليك. أنا بقولك لو حسيت اسمع وفكر وما تستهونش، مش كل حاجة لازم تبان عشان تكون موجودة. بس دي كانت مجرد أسباب بسيطة للمس الشيطاني. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. وبس، أشوفكم في الفيديو الجديد قريب بإذن الله. سلام.